ستشهد الولايات الشمالية للوطن دخول اضطراب جوي قوي بداية من الأسبوع المقبل بحول الله، حيث سيكون محملا بهواء بارد وتساقط غزير للأمطار وحتى الثلوج على المرتفعات الداخلية. كما ستعرف الوضعية الجوية بداية من مساء الثلاثاء تغيرا شاملا في الطقس، حيث ستصبح الأجواء باردة مع تساقط للأمطار التي ستكون أحيانا معتبرة. وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي ستبقى الأجواء مستقرة وسماء صافية مع بعض السحب يوم الاثنين، فيما ستبقى الأجواء يوم الثلاثاء صافية خلال الصبيحة، لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة بسبب قدوم اضطراب جوي من شرق أوروبا. هذا الاضطراب سيخص الولايات الوسطى والشرقية، حيث يكون محملا بأمطار معتبرة وغزيرة محليا يوم الأربعاء على كل الولايات الشمالية للوطن، الغربية، الوسطى والشرقية. وستتحسن الأجواء تدريجيا بداية من يوم الخميس بسبب قدوم مرتفع للضغط الجوي يزيح المنخفض البارد القادم من شرق أوروبا إلى غاية يوم الأحد. وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي طويلة المدى يتوقع قدوم منخفض جوي قوي قادم من شرق أوروبا يتوغل نحو المناطق الشرقية والوسطى يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر. هذا المنخفض سيكون نشيط الفعالية محملا بأمطار غزيرة وهواء بارد مع تساقط لبعض الثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن إلى غاية 10 ديسمبر المقبل. أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الأربعاء فستكون باردة خاصة خلال الليل والصبيحة، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 15 إلى 25 درجة مئوية.